السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن شوقي، كابتن شوقي غريب. يا صاحبي، انت ما اتفرجتش على ماتش الزمالك ولا ايه؟ كده انت ما اتفرجتش على ماتش الزمالك. الراجل كولر ده قلنا مش بيميز، ولا ذئاب الجبل ولا الضوء الشارد. الراجل ده مش بيميز ولا ابيض ولا اصفر مخطط. خلاص هو بقى طلبت معاه اربعات، كان الاول تلاتات، دلوقتي طلبت معاه اربعات. المشكلة هيطلع حد دلوقتي يقول لك ايه؟ 4-1 دي ده شغل الحاج رجب بحة. 4-1 دي بتاعت رجب بحة. هيطلع يقول لك اهو صدقته كابتن وسيد عبد الحفيظ والفيوم ومش ايه، ومش هنخلص طالما الاهلي اربعه. بس هو ما يعرفش ان كولر خلاص بدأ في مرحله الاربعه، هو خلص الثلاثه، كان الاول بيكسب ثلاثه، قال لك ايه، نبدأ في الاربعه. ويدخل اسم الحاج رجب بحة، الراجل الايه المحترم اللي اتظلم هناك في بلده واتقال عليه كلام. المهم يا كابتن شوقي، انت المفروض تتفرج يعني احسن من كده. انت عملت اللي عليك وعملت ماتش حلو وكل حاجه، بس بصراحه ايه، برضو كنت هتتغلب في الاخر، او هتقع في اخر الماتش زي ما حصل كده يعني، مش هتكمل. كان فرصتك في الشوط الاولاني، في اخر الشوط الاولاني، نص الشوط الاولاني ساعه ما كنت ماسك كوره كده كان ممكن يعني. لكن مع كولر بصراحه خلاص الواحد ما بقاش ايه، يثق في اي فرقه قدام كولر. كولر اي فرقه خلاص، هو الشوط الثاني ايه، عرف الفرقه شكلها ايه، نقط ضعفها ايه، قوتها ايه، وخلاص هو ناوي على اربعه، على 4-1. لا مؤاخذة بقى يا عم رجب بحة، هو هيطلع حد يقول لك ده شغل ايه رجب بحة؟ حتى الواد طاهر، الواد طاهر النهارده قالب على ميسي. طاهر محمد طاهر قالب على ميسي، هدفين ولعب يعني ما بقاش بتاع احتفالات بس. كنت قلت في فيديو قبل كده احنا نعمله مستشار احتفالات، نجيب له كام فوطه كده وكام فوطه الوان، وكل ايه ما نجيب، كل ما نكسب ماتش يعمل لنا احتفال كويس. لكن المره دي بصراحه هو عامل ماتش حلو، وعمل احتفال حلو، احتفاله الجديد دوت. فنضيف له بقى اللي هو ايه، رجع لمستواه مع الاحتفالات. فمش هيبقى مستشار احتفالات بس، خلاص ممكن ينزل يلعب بقى الماتشات اللي جايه. وبحيي كولر طبعا على الروتيشن اللي هو بيعمله كويس جدا. كل اللعيبه تقريبا بتلعب، كل اللعيبه لعبت بما فيهم علي الحارس علي لطفي. كل اللعيبه نزلت عملت اللي عليها، وكل واحد عاوز يثبت نفسه، كل واحد فعلا ثبت نفسه. كل واحد فعلا عاوز يثبت نفسه في مكانه، عاوز ياخد مكان في الفرقه، عاوز يقول لكولر انا موجود. وده اللي هم عملوه فعلا، وعشان كده كانت النتيجه ايه، 4-1. وكان ممكن تزيد طبعا بالفرصه الاخيره، كان ممكن تزيد. وبيرستو اول ما نزل ضيع فرصه. فكولر بصراحه الراجل ده يا جماعه لازم مدربين الدوري يعملوا معاه معايشه، لازم يقعدوا كده يستفيدوا منه، يشوف دماغ الراجل ده فيها ايه. الراجل بيقعد شويه كده تلاقيه قرا الماتش، حتى لو الماتش بقى صعب عليه شويه في الشوط الاول تلاقيه نزل الشوط الثاني عارف بيعمل ايه. وخلاص بقى ايه، أربعة. أنا متهيألي الماتشات اللي جاية كلها هتبقى كده 4-1. هو الراجل هيمشيها، هيعملها ايه، هيعمل الزمالك مقياس، هو ليفل كده خلاص، هو الزمالك هيقيس على الزمالك كله 4-1. 4-1 بقى 4-2، المهم ايه، يبقى أربعة لحد آخر الماتش. وشكله كده هيعمل دوري بلا هزيمة، وده اللي شكله كولر ناوي يعمله يا كابتن. بس معلش يا كابتن شوقي، انت عملت فعلا اللي تقدر عليه، وعملت ماتش حلو، لعبتك عمل اللي تقدر عليه، بس برضه في الآخر هو الأهلي. في الاخر انت بتلاعب بطل افريقيا، في الاخر انت بتلاعب بطل الدوري، بطل السوبر، بطل الكاس. انت برضو بتلاعب احسن نادي او اكبر نادي في مصر وافريقيا. فانت عملت اللي عليك ولاعيبتك عملت اللي عليها، بس هو خلاص هي كده. هو كده الاهلي في الاخر هينهي كده، اي فرقه هتنزل قدام الاهلي خلاص مش هيميز بقى. اي فرقه هتنزل خلاص هو هي ايه، هياخد بنتيجه كبيره، هيكسب بنتيجه كبيره. ولا بقى رجب بحة ولا رجب مش عارف ايه، ولا الكلام ده. هو الاهلي فعلا كويس، الاهلي فعلا لعيبته كويسه. وكولر خلى كل اللعيبه زي بعض، الروتيشن اللي بيعملوا كويس جدا. فخلى اللعيبه كلها زي بعض، اللي بينزل زي اللي كان بيلعب وهكذا. واحد اوقات لسه ناقصه خبره زي كريستو، زي فخري، رأفت خليل، بس مع الوقت هيجيب، مع الوقت ان شاء الله هيجيبه. هتلاقي نازل اللعيبه دي زي دي بالظبط، مش هيبقى في فرق يعني. ممكن تيجي عليك وقت تلاقي اللعيبه دي بتلعب ماتشات افريقيا. وعلي لطفي برضه نزل خد شويه، وشوبير احنا عارفين ان هو كويس. فالدنيا ايه، كولر بصراحه من المدربين يا جماعه اللي يعني اللي فعلا لازم نتعلم منها. بس يا كابتن شوقي، كان المفروض تتفرج على ماتش الزمالك، كان الطبيعي تتفرج على ماتش الزمالك. لان ماتش الزمالك فتح نفس الاهلي على التهديف. حتى محمد شريف اللي ما كانش بيجيب اجوال، عامل جايب اجوال اهوت من ساعه ماتش الزمالك، فتحت نفسه بقى يجيب اجوال. والنهارده ايه، بيحاول وضيع بس جاب اهداف. طاهر اللي ما كانش بيجيب اهداف حظك بقى يجيب اهداف. طاهر اللي كنا بنقول عليه حفلات بس ومش هيرجع لمستواه، لا رجع في مستواه على حظك يا كابتن شوقي وجاب اهداف. وشريف حظك برضه يا كابتن شوقي رجع لمستواه. انا مش عارف بصراحه، يعني انت حظك جه مع الاهلي كده،
حظك جه مع الاهلي كده بقى. هو كولر بقى ايه، الراجل صح واخد الدوري وكل حاجه، بس ده الاهلي كل ماتش زي اللي قبله، واخد الدوري مش واخد الدوري. انا بلعب الماتش ماتش، كل ماتش بماتش، وكل ماتش ايه كانه بطوله بالنسبه لي. ما ينفعش اطلع خسران ولا اطلع متعادل. وده اللي وصل للعيبه الاهلي من كولر. هو تحس اللي هو هادي بره، لكن هو موصل اللعيبه كده. ودي حلاوه كولر. دي حلاوة إيه كولر، اللي هو روحه أو طبعه متماشي مع روح الأهلي. هي دي روح الأهلي، بيلعب لآخر دقيقة ولآخر ماتش في الدوري، حتى لو أنا واخد الدوري قبله بكتير. وعاوز يعمل طبعا دوري بلا هزيمة. ده يتسجل في الريكورد بتاعه في السي في بتاعته. الراجل واخد 5 بطولات، فكمان هياخد دوري، ولو خده بدون هزيمة إن شاء الله هيتحسب له برضه حاجة كويسة. هو تعادل الراجل 6 ماتشات وكسب الباقي، يعني ما حدش يتكلم عليه نص كلمة. الراجل ده الأهلي يجدد له وهو مرتاح 6 سنين مش سنتين. واللعيبة اللي جاي اللي هو بينزلها دي هتبقى جاية لسه ليها دور، وهتيجي وهتبقى أحسن من اللعيبة الموجودة. قفشة معاه اتغير. قفشة النهارده والماتش اللي فات مش هو قفشة اللي احنا نعرفه. وأعتقد هيبقى ليه مكان أساسي. فمعلش يا كابتن شوقي، هي جت معاك بقى. هي جت معاك 4-1 ماركة الحاج رجب بح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.